الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جاءتني رسالة قبل أيام من سائل يسأل أنه كان فيما مضى يسرق ويأخذ المال الحرام، وتاب وأراد أن يعود إلى ربه، وقد أنار الله جل وعلا له طريق الحق والهداية، فسأل ماذا يفعل بهذا المال الحرام، فلا يعرف أصحابه ولا يعرف كم أخذ من المال، ويريد أن تبرأ الذمة أمام الله عز وجل يوم القيامة، لأن المفلس هو الذي يأخذ مال هذا ويضرب هذا ويشتم هذا، فيأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسناته فلا يبقى له من حسناته شيء، بل قد توضع عليه السيئات. فلذا لا بد للعبد إذا أراد أن يتوب إلى ربه ومولاه وأن ينيب إلى ربه جل في علاه أن يتخلص من كل شيء فيه حرام، وأن يتوب توبة نصوحة. وأقول لمن كان هذا حاله: اللهم لك الحمد أن أنعم الله عليك بالتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. فإذا ندمت واستغفرت الله عز وجل على هذا الذنب العظيم، وعقدت النية أن لا تعود إليه مرة أخرى، فلا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها ولأهلها. فإذا أخذت مالا وعلمت من الذي أخذت منه المال بطريق السرقة، فلا بد لك أن ترجع المال لصاحبه. فإن خشيت أن يترتب على ذلك مفسدة عظيمة، فلا يشترط أن ترجع له المال وأن تقول هذا أنا سرقته منك، بل أرجع المال إليه بأي طريقة كانت، بواسطتك أو بغيرك، أن يرجع هذا المال بأي طريقة كانت. وبعض الناس يقول كما سأل هذا السائل: أنني لا أعلم كم سرقت. فأقول: نأتي هنا إلى نظرية التقريب والتغليب، التي هي تخرج المال بقدر ما تطمئن النفس أنك تخلصت من هذا المال الحرام، وأنك وفيت ما سرقت. والله عز وجل يعلم النوايا ويعلم القصود، ولذا تبقى تدفع هذا المال وترجع هذا المال إلى أصحابه حتى تطمئن النفس أنك قد أرجعت المال. فإن لم تجد صاحب المال أو أنه سافر، فإنك لا بد أن تقضي عنه دينه الذي تعلمه عليه دين لفلان، تسد هذا الدين. فإن تعذر ذلك تعطي هذا المال لورثته إن وجدوا، فإن لم يوجد هنالك ورثة وتعذر ذلك، آنذاك تتصدق بهذا المال عن صاحبه الذي أخذت منه المال الحرام. وهذا التصدق إنما يكون بطريق على الوجه الذي ذكرت لكم. وللأسف بعض الناس وبعض الإخوة قد يأخذ مالا بأي طريق من الطرق فيتصدق به مباشرة دون سؤال، دون بحث، دون هذا الترتيب الذي ذكرت. أول ما يبدأ في البحث، فإن وجده أدى المال إليه، فإن لم يجد قضى عنه دينه، فإن لم يجد أدى المال وأعطى المال لورثته، فإن لم يجد بعد ذلك يتصدق عنه، ونسأل الله عز وجل القبول. هذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد. وأسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.